يا ابني احنا كلنا عيله طوال، دي قصيره مش هتنفع، دي قصيره. هفاجئك بس مفاجاه، لما ربنا قرب الجوازه الثانيه قال لي يا ابني حرام عليك، ده هتبقى اطول مننا مش هتنفع. فانا مش عارف بصراحه انت عايز ايه مني يا عم حامد يعني. وفي كلتا الحالتين انا برضو اتجوزت يعني. واضيف لحضرتك معلومه جميله كده، ما كانش معايا حضرتك فلوس اخد درس، لان كان الدرس ب 150 جنيه الحصه في المدرسه، بنتكلم الماليه للقوميه الخاصه. فكنت اطلع اقعد على ده الثانويه. من اول اولى ثانوي. فكنت اطلع اقعد على السور على نهر، وراح مزعق لي كده انت مسافر فين؟ ازاي والله على البوابه. فرحت فاتح له الباسبور، قلت له اقرا. انا كده بالراحه يعني اقرا. قال لي انا لما اسالك تجاوب. نفس النص ده وكده. فقلت له بعد اذنك ما تعليش صوتك. قال لي طب انا هعلي صوتي تاني. انا موقفي بقى سيء قدام ابني.